صباح الفل عليكم، صباح الحلويات. يلا معانا نعمل النهارده ورق العنب. شوف انا رصاه ازاي، عامله الكبير لوحده والصغير لوحده. يومكم عسل ان شاء الله. ما تنسونوش لو اول مره تشوفوني، ما تنسونوش في اللايكات والشير، وتبعتوا لي كلمه حلوه كده، وتشتركوا في القناه. ولو اول مره تشوفوني، يعني اسمي هند من ست الدار، على تعجبكم. اسمي هند طلعت من ست الدار، على تعجبكم ان شاء الله. طريقه جميله سهله خفيفه. هحاول هقول لكم كل تفاصيلها عشان ما تقعدوش طول الوقت واقفين في المطبخ، عشان ما تبقاش تقيله عليكم وانتوا واقفين يا حبايبي. هقول لكم انتوا تعملوا ايه عشان حاجه تبقى بسيطه كده، والبنات الصغيرين لسه اولى مطبخ، هتبقى سهله عليكم ان شاء الله. بصوا بقى، انا عملت حبه في الكيسه، ولفتهم بالطريقه اللي انتوا شفتها دي. اللفه دي حلوه قوي، وبطلع منها الهوا خالص، وبلفها كده. وحبه في العلبه. انا عملت كمان تخزين الملوخيه، على الله تعجبكم ان شاء الله. طريقه جميله برضك تخزين الملوخيه. طريقه انا جربت كتير ملوخيه، بس هي دي احسن طريقه. ولا تقولي لي من اللي هو بيشترى من بره، حتى اللي بيشترى من بره مش هتطلع بناعمه بالطريقه دي. الطريقه دي بتبقى ناعمه وجميله جدا. وما بحبش طريقه الكبه اللي جربتها في الكبه قبل كده وما حبيتهاش. انا بحب الطريقه بتاع زمان، بحب حاجات زمان وايام زمان. ماشي يا حبايبي. بصوا بقى، انا جبتها في الكيسه لسه ما اتغسلتش. بصوا لسه جايبينها من السوق. بصوا يا حبايبي، هنجيبها ايه. انا قعدت بالليل هقول لكم الحاجه البسيطه اللي انتوا هتحبوها، مش هتعمل معاكم اي حاجه. قعدت بالليل، قعدت زي ما انتوا شايفيني كده، شلت كل اللي هي ايه، العنقود اللي هي فيها، وقمت غسلاها وسايباها في المصفى من بالليل لغايه الصبح. قمت مشغله الصبح بقى عليها النار، وعصرة ليمونه، وهقول لكم تفاصيلها ان شاء الله. بصوا بقى، الحاجه دي بتبقى لما بتبقى تعمليها من بدري. شوفوا انا بشيل الحته الوحشه اللي هي بتبقى فيه. بصوا يا حبايبي، يعني حاولوا تسهلوا على نفسكم والتعب بتاع الايه، الحاجات اللي لما تبقى خضار وتغسيل الخضار، انك تعملي حاجه على كذا مره. امي الله يرحمها كانت دايما تقول لك ايه، لو شغلك كتير قسميه على الايام. واخدين بالكم، يعني الناس دي كانوا بيقولوا حكم والله. بصوا بقى، غسلتها هو زي ما قلت لكم، شلت كل العنقود اللي قلت لكم قصيتوه بالمقص ده، وقمت غسلتها. هتغسليها كام فوم؟ هتغسلها يعني 6 فوم كده، وبخل، اهم حاجه الخل. ماشي يا حبيبي، بس مش كل مره خل، مره ولا مرتين خل وخلاص. خلاص. هنغسلها بقى لغايه ما الميه، لان انا هوريكم الميه لغايه ما تفتح. الميه لما تلاقيها فتحت خلاص. هنغسلها كام 6 فوم ولا حاجه. بصوا بقى، تاني يوم بقى كنت سخنت ميه، وحطيت ليمونه، وحطيت ملح، معلقتين ملح زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الليمونه اللي انا عصرتها حطيتها فيه. الطريقه دي بتخلي الطعم بتاع يعني تقريبا دقيقه يعني اقل من دقيقه كمان يا دوبك، بس هيغير اللون. واقوم شايلاه حطاه في ايه، ميه بتلج. ماشي يا حبايبي، ميه ساقعه من الحنفيه وعليها حبه تلج. اهي هي دي اللي عليها التلج. ماشي يا حبايبي. بصوا الطريقه ديت، ريحه ورق العنب بتبقى باينه فيها جدا، بالليمون بالملح ده. اكنك ريحه من اللي بيحب ورق العنب هيعرف الطريقه دي جميله جدا. ولو جربتوها هتعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى، الطريقه دي بتاع زمان، يعني مش جديده زي اللي بورق اخضر وبيلفوه زي دلوقتي، لا. وعلى فكره انا جربت حاجات كتيره كتيره كتيره، انا بحبش الا الطريقه دي. ماشي يا حبايبي، وهتحبوها ان شاء الله. لو جربتوها هتحبوها. بصوا الميه بقى اللي هنا قلت لكم عليها ديت، هي دي الميه الساقعه اللي انا بحكي لكم عليها. بطلع بقى، انا عملتها على مرتين، عملت الورق ده العنب ده على مرتين، قسمته على مرتين اهو زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا اللون جميل ازاي. جبت بقى، قعدت ارصصها كده في الوقت انا كنت فاضيه فيه. انا بسيبه لما يبرد خالص خالص في قلب المصفى، وبعدين ارصص الكبير مع لوحده مع بعضه، والصغير مع بعضه. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده، عملته على ورقتين، على 3. شوفوا بقى الملوخيه بقى، انا بعد ما غسلتها غسله حلوه، يجي 6 فمام او 7 فمام.
قمت سايباها تاني الليل، انا غسلاها من بالليل برضه، سايباها طول الليل محطوطه على ايه، على الحته وال والصينيه كده فرده. الفها بقى الصبح تاني يوم، الفتها زي ما انتوا شايفيني كده، لفتها شويه يجي ساعتين ولا حاجه في قلب بعضها، وقمت جايباها فردها ايه على المصفى. عملتيها امتى؟ عملتها بالليل، فعملتها تاني يوم بالليل غسيل، وسبتها في قلب الشقة يعني في الصالة في اي حتة. تاني يوم تعمليها. ماشي يا حبايبي، تاني يوم تقعدي بقى ايه تنضفي تخرطيه. ما تحاوليش تطولي على نفسك في المطبخ، وتخلي الحاجة خفيفة كده وسهلة. بصوا قعدت خرطتها بقى، شوفوا جميلة ازاي، خضرة ازاي، ولا تتحط في البلكونة ولا اي حاجة. الطريقة بتاع حتة القماشة اللي انت هتحطيها عليها دي، اي حتة قماشة عندك تفرديها عليها، وتقومي لفاها يجي ساعة كده ولا حاجة ملفوفة، وبعد كده تسيبها في قلب ايه، في قلب في قلب في قلب في قلب الصينية، زي ما انتوا شايفين. انا هوريكم كل خطوات. ماشي يا حبيبي، بصوا هنقعد بقى نقلبها بقى كده، نجيب شمال ويمين شمال ويمين لغايه ما ايه تبقى ناعمه خالص خالص زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا بقت جميله ازاي، والله العظيم اللي ما بتتجاب من السوبر ماركت ما بتبقاش بالنعوميه والجمال ده، ما بيبقاش لها طعم زي دي. بصوا جبت ميه بقى ساقعه، يعني تقريبا نص كوبايه ميه ساقعه من الحنفيه عادي. ماشي، حطيت عليها سكر، انا اهي حطيت عليها سكر، بس هي دي المطه الحافظه اللي بحفظها بيها السكر. ماشي، بس يا حبايبي هي دي طريقه. هقلبها لغايه ما تتقل معايا. كل ما تقلبي في حبه الميه الساقعه دي هتتقل معاكي، تقومي حطها بقى في ايه، في قلب الكيس. طريقه جميله مجرباها وحلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله. ماشي، ما تنسيش في اللايكات، لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسيش في اللايكات. بصوا يا حبايبي هنفضيها بقى في الكيسه، ونفضي منها الهواء ونطلعها. شفتوا الطريقه اللي انا هعملها بيها دي جميله برضه. بصوا هنبططها كده عشان ايه ما تاخدش مكان في قلب الفريزر، وفي نفس الوقت ايه تطلع منها الهواء، وتبقى جاهزه ان هي تبقى اول ما تحطيها تطلعيها من الفريزر وتحطيها. انا هجربها لكم ان شاء الله معايا في القناه، هعمل لكم ملوخيه ان شاء الله، الملوخيه بتاعنا المصري الجميل. ماشي، تبقى ما تبقاش مكلكعه كده وتخيب معاكي فانتي بتحطيها في الشوربه كده. الطريقه دي بتفك بسرعه في قلب الشوربه. ماشي يا حبايبي، اهي الورق العنب بقى والحاجه والملوخيه والحاجه، وحطوهم في الفريزر، والف هنا وشفا. وما تنسونيش في اللايكات. مع الف سلامه.